السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين يا حلوين. النهاردة يعني ايه؟ كارثة صغيرة ايه بالنسبة للبن، بس طبعا مش كارثة بالنسبة لنا، احنا بنعالج كل حاجة. جيت صحيت الصبح عشان اعمل لنفسي فطاري واعمل شوية شاي ولبن، وغليت اللبن ده من بالليل. اول ما جه على طول يعني حتى ما ركنتوش سنة، اصحى الاقي اللبن عامل ازاي. بصوا اللبن راب. بصوا بصوا. طبعا هنعمل ايه؟ هنرميه؟ لا، يلا بينا اوريكم هعمل ايه بيه. اخدت اللبن بتاعي كده وهو مشبر طالع من التلاجة وهو رايب. نعمل ايه؟ نحطه على النار يغلي بس او يسخن شوية، وهقول لكم نعمل ايه. بصوا، نحط معلقة خل. معلقة الخل دي بتخليه يفصل اكتر. هو كده كده راب، بس بيكون لنا ايه الجبنة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا بصوا. وطبعا المية اللي هتطلع منه مش هنرميها، نعمل بها اي قرصة عندك، اي معجنات هتعملي بيها. حكاية مش هتعملي دلوقتي في كيس او في علبة وحطيه على طول على ايه، على الفريزر. بصوا فصل ازاي كده، فصل الجبنة تحت والشرش ايه فوق. وهنا ده الشرش اللي طلع ودي الجبنة. بصوا عملتها ازاي. لو انتوا عندكوا شاشة، يعني حتة مثلا حتة بيضة كده قطن او شاش، تروح حاطين الطبق ده طبق، وفي اللي هي حتة الشاش دي، وننزل عليها بقى ونعصر كويس يطلع معانا الجبنة دي. بصوا بصوا، انا عملت كده. بصوا الجمال، طلع الجبنة ولا مش جبنة؟ بصوا الجبنة. وده الشيرش اللي احنا قلنا مش هنرميه. الكارثة حولناها لايه؟ لحاجتين: جبنة هناكلها، والشيرش هنعمل بيه اي قرصة عندنا، اي معجنات. يا ريت تجربوها. لو ايه اللبن قطع عندكم استفادوا منه. احنا ايه، كل حاجة بنعملها خفيفة وبسيطة وسهلة واي حد ممكن يعملها. يا ريت تجربوه. بالهنا على قلوبنا وقلوبكم. ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتجربوا ايه الجبنة ديت. سلام عليكم.